السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلًا بيكم متابعي قناة أكلة شهية مع أمل صيام. النهارده بإذن الله هنعمل مع بعض القشطوطة. جبت لكم لقطة من عند بلبن علشان تشوفوا هُم بيعملوها إزاي برّه، زي ما اتعلمنا مع بعض رز بلبن وشُفنا تكاتهم هناك بيعملوه إزاي. حبيت كمان نشوف القشطوطة بيعملوها إزاي عشان الناس اللي حابة تعملها في البيت تكون شافت هي برّه طريقة الfinish بتاعها إزاي، ويالّا بينا نشوف هنعملها إزاي مع بعض. بس أنا مش باحب كمية اللبن تكون كتيرة أوي، أوي كده في الكيكة، باحس إن أنا عاملة زي ما تكون مسقّية، عارفين الناس اللي بتسقّي كده. فعشان كده أنا مقلّلة شوية كمية الحليب اللي هاسقسق بيه الكيكة. فيالّا بينا نشوف الطبقة الأولى، وهي عبارة عن طبقة الرز بلبن. باجيب كوباية من الرز المصري، باغسلها مرّة واحدة بس، وبانزل على كوباية الرز المصري ب4 كوبايات من المَيّة. نفس مقدار الكوباية اللي هاستخدمها هي دي اللي هاستخدمها، يبقى كوباية مَيّة كوباية رز غسلتها رز مصري غسلته مرّة واحدة، نزلت عليه ب4 كوبايات من المَيّة. باروح بقى على البوتاجاز على نار عالية بس لحد ما تغلي. أول ما يغلي بقى بابدأ إن أنا أهدّي عليه مع التقليب طبعًا المستمر عشان يستوي معايا بسهولة، ما يكلكعش منّي. لمّا يوصل لدرجة السِوَى اللي هنشوفها مع بعض دلوقتي، هابدأ أجهّز الحليب اللي أنا هاستخدمه النهارده. أنا هاستخدم اللي هو الحليب اللي باجيبه من عند اللبّان. مش شايفين ده درجة سِوَى الرز، شايفين مستوي إزاي؟ آآ باجيب بقى أنا كيلو من الحليب من عند اللبان، مش لبن مُعلّب ولا مبستر عشان يكون بخير وبدون ما أغليه، ما تخافوش كده هيغلي كذا مرّة وهيفضل متعرّض للحرارة فترة فهيتعقّم وهيبقى جميل. نزلت بيه كيلو الحليب اللي اتفقنا عليه على الرز، شايفين شكله، تحسّوا كده إن اللبن فعلًا بخيره عامل شبه ما يكون كريمة كده. وبعد كده نزلت بيه عفوًا كوباية من السُكّر وهاقلبها كويس جدًا. وبعد كده هابدأ لو عندي شوية من الفانيليا سواء فانيليا سايلة أو فانيليا بودر ما فيش مشكلة. بانزل بيه كام نقطة من الفانيليا كده أو رشة من الفانيليا عشان تدّيها ريحة حلوة تبقى برضه طعمها بيكون حلو. ما تخافوش يعني الفانيليا مش بتظهر ولا حاجة، بس بيبقى لها نكهة حلوة كده في رز بلبن. أتوّه بس الفانيليا وبعدين هاحضّر بقى معلقتين كبار مليانين كده من الحليب البودر وانزل بيهم، وزيّهم كمان من الكريم شانتيه البودر. وبعد ما بانزل بالكريمة بقى باغيّر المعلقة اللي باقلّب بيها وباجيب مضرب سلك عشان أضرب الكريمة مع الحليب واخلّيها تدّي القوام الكريمي في الرز بلبن. شايفين هو ده اللي أنا قاصداه. آآ باقلّب بقى كده الكريم شانتيه بالمضرب اليدوي ده كده مع الحليب البودر مع الرز بلبن مع اللبن اللي أنا حطيته اللي هو الحليب، هاقلّب يدّي قوام كريمي حلو جدًا. وهاحضّر بقى نُص كوباية من الحليب وهانزل فيها ب 3 معالق كبار من النشا. أيوه، أنا باحب أستخدم نشا للرز بلبن عشان يساعدني إن هو يربط أسرع، والنشا مش بتزعّلني في حاجة، بالعكس بتدّيني القوام اللي أنا عايزاه بوقت أقل ومجهود أقل. يعني ليه ما استخدمهاش؟ عشان في ناس يعني ضد إن هم يستخدموا النشا. لأ، أنا ضد إن هم يستخدموا النشا في الرز بلبن، بس أنا باستخدمها وجميلة مش بتزعّلني في حاجة. دي كوباية حليب نزلت فيها ب3 معالق من النشا، دوّبت النشا كويس جدًا. الرز بلبن بتاعي بدأ يبقبق أهو، مش عارفة أنتم شايفينه والّا لأ. هابدأ أنزل بقى عليه بكمية النشا اللي دوّبتها في الحليب، وهاقلّب مع التقليب، أقلّب، أقلّب، أقلّب كده لحد ما أخلّص كمية النشا بتاعتي. ممكن إن أنا يكون عندي بقى إيه، قشطة كده. لمّا إحنا أصلًا عمومًا بنجيب دايمًا الحليب من عند اللبّان وبنغلي الحليب وبيطلع منه قشطة بنحطها في علب زي دي كده، كل ما يطلع نحطه في العلبة ونحطها في الفريزر. فأنا المرّة دي طلّعت العلبة بدري شوية، أخدت منها معلقتين كبار مليانين كده من القشطة، وهابدأ برضه أخلط القشطة دي قشطة بلدي، ممكن تستخدمي قشطة عادية من اللي بتشتريها أو قشطة وش اللبن ما فيش أي مشكلة، وتقلّبيها كويس جدًا، جدًا مع الرز بلبن. بُصّوا الطعم خرافة. وعايزة أقول لكم طبعًا مقدار السكر في الرز بلبن ده اختياري، حابين تزوّدوا عن الكوباية براحتكم، حابين تقللوا براحتكم. أنا بالنسبة لي كان مضبوط جدًا على كوباية سكر. بعد ما باحس بقى إن القشطة تاهت كده ودابت وسط الرز بلبن، أول ما يبدأ يبقبق بقى بابدأ خلاص أجيب الأطباق بتاعتي اللي هي اللي شكلها مستطيل وبيكون لونها أسود، والكوبايات أو الأطباق دي بتتحمل درجة الحرارة وبتدخل الميكروويف وموجود عليها العلامة بتاعة الموضوع ده. وبابدأ بقى أحط الكمية اللي تناسبني، السُمك اللي يناسبني من الرز بلبن. حابة بقى تعملي سُمك رقيق براحتك، حابة تعملي سُمك كبير براحتك، يعني تخين زي ما أنتِ عايزة. بس عمومًا الرز بلبن ده طعمه حلو أوي، تخّنوا السُمك شوية مش هيزعّلكم في حاجة، بالعكس هتحسّوا بطعمه حلو جدًا. وبعدين باسيبه يبرد وبعدين بادخّله التلاجة باغطّيه يعني وادخّله التلاجة، بيطلع معايا وشه مكرمش بالشكل ده وجاهز معايا
للطبقة بتاعتنا، شايفين؟ مش عارفة الكاميرا ظلماه بس هو وشه فعلًا مكرمش زي بتاعة بلبن بالضبط. هنبدأ بقى كده نجهّز الطبقة التانية، بس أنا ضروري جدًا إن إحنا نخلّي اللبن بتاعنا يكون بارد علشان لمّا نحط الكيكة مع الحاجات اللي هنحطها عليه ما يبقاش في حاجة سخنة، لازم كل طبقة تاخد راحتها في إنها تبقى باردة وتمام. طبقة الكيك بقى أنا هاستخدم 5 بيضات وفانيليا وكوباية من السكر، ممكن يكون بودر وممكن يكون سكر عادي، أنا استخدمت سكر عادي، معلقتين كبار من المَيّة، 2 معلقة كبيرة من النشا، كوباية ونُص من الدقيق، ومعلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر، وذرة بسيطة أوي من الملح، وهنبدأ بقى نضرب الكيك بتاعنا. أنا هاستخدم 5 بيضات، البيض اللي أنا استخدمته النهارده بيض بلدي جايباه من حد يعني بيربي الفراخ عنده في البيت، فتحسوا إنه صفاره قوي والكيكة كمان هتطلع معايا لونها أصفر، بسبب إن ده البيض ده بلدي متربي عند حد يعني أعرفه في البيت، بيكون ليه شكل مختلف شوية عن البيض اللي بنجيبه جاهز من السوبر ماركت وكده. المهم نزلت بال5 بيضات ونزلت عليهم بكوباية من السكر العادي وشوية من الفانيليا، وهابدأ أخلط البيض مع السكر مع الفانيليا لحد ما يديني القوام الكريمي. بعد ما أحس إن أنا وصلت للقوام ده هانزل بقى بمعلقتين من المَيّة، وبعدين هابدأ ده القوام اللي أنا كنت حابة إن أنتم تشوفوه. هانزل بقى بالمَيّة معلقتين من المَيّة، يُفضّل إن هي تكون مَيّة دافية ولا سخنة ولا ساقعة أو مَيّة عادية، يعني ما فيش أي مشكلة. وبعدين هنبدأ بقى نشوف الدقيق بتاعنا، هنحط عليه طبعًا النشا ونحط عليه ذرة الملح ونحط عليه البيكنج باودر وننخله كويس، وبعد كده ننزل بيه ياخد كام ضربة كده ونحس إنه اختلط تمام. يبقى كده تمام الكيكة معايا بدأت تبقى جاهزة. تجهّزي بقى الصينية بتاعتِك، يُفضّل إنها تكون صينية مستطيلة، أنا بيبقى عندنا 3 صواني مستطيلة، أنا استخدمت أكبر واحدة فيهم. 3 كده ورا بعض، أنا استخدمت المقاس الأكبر، فردت فيها ورقة زبدة، ومن الجنبين كده ما كانش عندي إلا قطعة زبدة ورقة زبدة صغيرة، فدهنت الطرفين اللي باينين دُولي بمادة دهنية وعليها دقيق، وبعدين حطيت بقى في المكان المحدد يعني لورقة الزبدة، ضروري أحط ورقة زبدة، وبعدين بدأت أعمل كده بسلاكة الأسنان أو بسلاكة شيش طاووق أيًا كان، علشان خاطر إن الكيكة ما تقبّش من مكان ومكان تاني يبقى منخفض، لأ كلّها تطلع سِوَى واحد، هنشوف مع بعض. في طريقة تانية برضه إن أنا ممكن أستخدم الصينية أرفعها وأنزّلها أدّيها كام خبطة كده على الرخامة، كل ده بيساعد إن الكيكة بتاعتي تطلع كلّها مستوية نفس السُمك. هادخّلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة تِلت ساعة في الرف الوسط. وطبعًا باختبرها لمّا بتطلع من الفرن عصاية الشيش طاووق دي، تطلع معايا تمام بدون أي حاجة، يبقى هي كده خلاص استوت معايا تمام. باخلّي الكيكة بقى لمّا تبرد براحتها خالص، وبعد كده شايفين كلّها طالعة سُمك واحد. لمّا تبرد معايا الكيكة خالص بابدأ إن أنا أقشّرها. ميزة بقى ورقة الزبدة إن أنا باشدّها كده يبقى خلاص طلّعت الكيكة معايا بمنتهى السهولة. بس أنا زي ما قُلت لكم دهنت جنبين الصينية لإن ما كانش عندي إلا قطعة ورقة زبدة صغيّرة. هابدأ بقى أقشّر الكيكة بتاعتي، أقشّرها كويس وأشيل الطبقة البُنية اللي عليها دي. على فكرة الكيكة دي حلوة جدًا. هي لونها معايا مدّي على أصفر شوية عشان أنا قُلت لكم إن أنا مستخدمة بيض معيّن، لكن لو أنتِ استخدمتِ البيض اللي بيتباع في السوبر ماركت والبيض العادي هيدّيكِ كيكة فاتحة خالص لونها زي بتاعة بلبن بالضبط. دي الكيكة بعد ما قشّرتها وبقت تمام وسمكها شايفين ارتفاعه كلّه زي بعضه. ليه؟ لإن إحنا عملنا التَّكّة اللي تخلّي الكيكة تطلع كلّها نفس السُمك وما تعملش طبقة عالية وجزء عالي وجزء لأ. ونضّفت الصينية بتاعتي غسلتها ونشّفتها وبدأت إن أنا أحُط الكيكة تاني وأعمل فيها فتحات كده ممكن بالشوكة ممكن بعصاية الشيش، علشان خاطر إن إحنا هنعمل دلوقتي خليط التسقية عشان نسقسق الكيكة. الخليط ده بقى بيختلف مقداره على حسب ما تحبي. أنا بالنسبة لي كوبايتين من الحليب، أحُط لهم 3 معالق كبار من اللبن البودر، 3 معالق كبار من الكريم شانتيه، 3 معالق كبار من السكر، معلقتين كبار كده مليانين من القشطة البلدي اللي اتفقنا عليها. وأقلّبهم مع بعض. طيب دي قشطة إيه البلدي دي اللي هي القشطة بتاعة وش اللبن اللي أنا لمّا باجيب لبن باحطه في الفريزر وهكذا، ولمّا أكون محتاجة باطلّع، وهاخلطهم كويس أوي واضربهم كويس جدًا. باقول لكم بقى إن المقدار ده بيختلف كميته إزاي، لو أنتم حابين إن الكيكة تبقى شاربة في المتواضع يبقى كفاية كوبايتين، لو حابين إن هي تبقى زيادة شوية حطّوا 3 كوبايات من الحليب، حابينها بقى تبقى
شُر حليب كده زي ما إحنا شُفنا عند بلبن، ما فيش مشكلة زوّديها ل4 كوبايات وأكتر زي ما أنتِ عايزة. أنا بالنسبة لي كان كوبايتين، كوبايتين ونُص يكفوا جدًا، جدًا عشان أقدر أحس بطعم الكيكة، وأقدر أحس بطعم الرز بلبن، وأقدر أحس بطعم الكريم شانتيه اللي أنا هاحطه على الوش، أحس بكل طبقة ما فيش حاجة تغلب على حاجة، أحس إن ال3 طبقات مع بعض كده بيسندوا بعض وبيدّوا طعم حلو. لو أنتِ حابة بقى إن كمية الحليب بتاعتِك يعني تبقى الكيكة كده شاربة حليب كتير، ضيفي معاكِ ال4، 5 كوبايات زي ما أنتِ عايزة. ده خلاص أنا سقسقتها أهو، هابدأ بقى أعمل الطبقة الخارجية معايا كوباية من الكريم شانتيه، عليهم 2 معلقة كبار من اللبن البودر، عليهم ربع كوباية من السكر، وكوباية ونُص من المَيّة المتلجة. هابدأ أنزل بالمَيّة المتلجة حتى أنا وريتكم إنها فيها مكعبات تلج على دليل إنها ساقعة. هادوّب السكر في المَيّة وبعد كده هاخلط الكريم شانتيه مع اللبن البودر. اللبن البودر بيعزّز من طعم الكريم شانتيه، بيدّي له طعم حلو، وبيدّي له يعني إيه، لِنَة كده تحسّوا إنها غنية. لو مش حابين تحطّوا معلقة من الشوكولاتة البيضا ما فيش مشكلة، اللي بتبقى السايلة دي. بس اللبن البودر حلو يعني بيخلّيها غنية وجميلة، ونضربها لحد ما نوصل للقوام اللي شُفناه مع بعض، وهنبدأ بقى نفرد على الكيكة اللي سقسقناها مع بعض، ونبدأ نساوي الوجه بتاعها وننضّف كده المكان ونخلّيه شكله حلو. وبعدين نبدأ ممكن نخلّيها مشنشرة، لو عندِك مِشط، أو لو عندِك مِشط نضيف طبعًا، أو عندِك الشكل ده، أو عندِك مثلًا اللي هي اللي بنقطّع بيها المخلِّل، اللي بتبقى مشنشرة برضه حلوة هتدّيكِ نفس الشكل. وبعدين بقى نبدأ نقطّع الحجم اللي عايزينه. الصينية دي أنا هاقطّعها على 6، ممكن بقى قبل ما تقطّعي تعملي الخطوط دي بالشكل ده. بلبن بيعملوا الخطوط دي وبيرشّوا اللي هو الفستق المجروش مع الحاجات اللي بيرشّوها يعني عليها، وبعد كده بيبدأوا يزيّنوا. ممكن إن أنتِ تحطّيها تقطّعي اللي أنتِ عايزاه وبعدين تعملي الخطوط دي زي ما أنتِ عايزة. أنا هاعمل بقى واحدة، اتفقنا كده إن إحنا حطّينا طبقة الرز بلبن وبعدين الكيكة اللي ضبّطناها مع بعض، رشّيت على الأولانية فستق مجروش مع ال ال الفول السوداني المجروش برضه عشان ما يبقاش مكلِّف أوي، والتانية حطّيت شوية مكسّرات، والتالتة حطّيت مانجا، وفوقيها برضه رشّة من الفستق المجروش، وواحدة أحط موز على فراولة، براحتكم. عايزة أقول لكم إن القشطوطة ممكن يكون القاعدة فيها رز بلبن، وممكن تكون سادة ما فيهاش رز بلبن. الفرق بيكون ما بين الاتنين إن لو دي مثلًا اللي برز بلبن ب45، اللي من غير رز بلبن مثلًا ممكن تبقى ب40، يعني ما بتفرقش كتير بس الرز بلبن بيبقى حلو. وعملت واحدة ببسكوت اللوتس وزينتها بزبدة اللوتس بالشكل ده. التزيين طبعًا على حسب ما بتحبي والطعم اللي تحبيه، وفي منها أنواع كتير. زي ما باقول لكم في قشطوطة بتكون موز وفراولة وليها قاعدة رز بلبن أو من غير، في قشطوطة بتكون مكسرات وفيها قاعدة رز بلبن أو من غير، في قشطوطة بالمانجا فيها قاعدة رز بلبن أو من غير، في قشطوطة بالكراميل وبرضه فيها قاعدة رز بلبن أو من غير، وفي قشطوطة باللوتس وفيها قاعدة رز بلبن أو من غير. دي أنواع كتيرة متاحة يعني عند بلبن. ودي كانت حلقتنا النهارده، باتمنى تكون عجبتكم، وأقول لكم في رعاية الله. وعايزة برضه أدوق معاكم واحدة قبل ما أقول لكم مع السلامة، عايزة أدوق معاكم واحدة وأقول لكم رأيي فيها إيه. أنا باحب بصراحة بسكوت اللوتس وزبدة اللوتس دي أنا باحبها جدًا، فهادوق معاكم كده، بما إن أنا عاملاها طبعًا أكيد هتعجبني، لإن أنا عاملاها بالمقدار اللي أنا حاباه وبمقدار السكر المضبوط بالنسبة لي. طعمها حلو. أنتِ طبعًا برضه عايزة أقول لكم إن أنتم اللي بتتحكموا في سُمك الرز بلبن، حابة تخلّيه أتخن، حابة تخلّيه أقل، زي ما أنتِ عايزة أو على حسب كمية الأطباق اللي بتعمليها. الرز بلبن عمومًا ده اللي معمول الحلقة دي رائع، غني جدًا، جدًا. شايفين الكيكة مش شاربة كمية لبن كتيرة ولا حاجة، هي مش ساقسة لكن في نفس الوقت هتحسّي بطعمها، وهتحسّي بطعم الرز بلبن، هتحسّي بطعم الحشوات اللي فوق ده. ف ده اختياري زي ما أنتم عايزين. لو كنتم عايزين بقى إن هي تبقى تيجي تقطعيه كده تنِز معاكِ لبن وتنزّل لبن، يبقى زوّدي كمية خليط السَسَق اللي إحنا عملناه مع بعض. شايفين؟ عظمة. وزي ما اتفقنا الكيكة بتاعتي صفرا شوية لإن أنا استخدمت بيض بلدي، فخورة أوي بالبيض ده بصراحة ومبسوطة منه جدًا. ودي كانت حلقتنا النهارده، أقول لكم في رعاية الله، السلام عليكم.